السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس بإذن الله. كده النهاردة ان شاء الله هنعمل كده الزبادي. طبعا كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. رمضان على الابواب، والزبادي طبعا دي حاجة بتبقى اساسية ما بنقدرش نستغنى عنها خالص. وطبعا علبة الزبادي قد كده ب5-6 جنيه بره، يعني عشان تجيبي لك مش هيكفيكي ب50-60 جنيه زبادي كل ليلة. فعشان كده هنعمل الزبادي في البيت وبأقل الإمكانيات وأسهل طريقة كمان، وهيطلع حلو جدا معاكي. وهنبدأ يلا ونشوف هنعمل ايه. كده حبايبي اللبن انا غليته الاول الصراحة، صفيته وغليته، وبعد ما غلي ودفي خلاص كده بقى زي دمع العين هنبدأ نعمل منه الزبادي. لو انتي عايزة تعملي زبادي لايت اللي هو من غير دسم، خالي الدسم، يبقى انتي بقى هتغلي اللبن وهتعينيه في التلاجة، وبعد كده هتاخدوا الوش القشطة اللي من فوق ده، بعد كده هتدفيه تاني على النار زي دمع العين وتشتغلي بيه. لو انتي عايزاه كده كامل الدسم يبقى هتشتغلي بيه كده على طول، يا دوب يدفى بس كده وهتشتغلي بيه. لو انتي عايزاه زبادي فراولة هتجيبي علبة الجيلي دي، بيبقى معاها كيس بودرة فراولة، برضه هتحطي منه معلقة على اللبن وانت بتضربيه مع الزبادي، هيبقى معاكي زبادي فراولة. تحطي بقى السكر زي ما انت عايزة. احنا كده هنعمل زبادي يعني طبيعي بلدي لان انا بحبه كده. هنبدأ ونشوف كده الاول. اول حاجة احنا جبنا هنا الخلاط او الكبة، انا كنت قصده خلاط او كبة عشان خاطر اللبن يتضرب كويس مع بعضه. هنحط قد كوباية لبن الطريقة دي. لو اللبن فيه وش ولا حاجة هناخد الوش برضو معانا كده عشان خاطر يتضرب، اما يبقاش كده فيه كتل في الزبادي، هيبقى كله اتضرب مع بعضه. بعد كده هنجيب علبة زبادي بلدي وهنحطها برضو كده. بعد ما ضربنا الزبادي مع اللبن كويس هنضيف بقى اللبن هنا على كمية اللبن كلها. كده بعد ما قلبنا اللبن كويس مع الزبادي هنبدأ نصبه. انا هعمله على فكرة في الطواجن الفخار. غسلت الطواجن ونشفتها كويس عشان ما يبقاش فيها بواقي ميه. هنبدأ نصب اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم كده. كده بعد ما ضفنا الزبادي كويس، ضفناه كده في الطواجن الفخار، هنضيف ميه مغليه. ركزوا بقى كده عشان برضو يا جماعه زي ما في ست بيت شاطره جدا جدا، في برضو بنات لسه متجوزه جديد، وفي بنات لسه بتتعلم برضو، في حاجات ما تعرفهاش. فلازم برضو اي تكه نقولها. في ست بيت تبقى شاطره جدا جدا جدا، دي كمان انا اللي اتعلم منها مش هي اللي تتعلم مني. وفي بنات لسه صغيره، وفي ستات لسه متجوزه جديد ما تعرفش برضو. كلنا يا جماعه بنتعلم من بعضينا. بعد ما انا حطيت كده الميه المغليه كده، حطيتها من تحت كده جنب الطواجن بتاعه الزبادي. هنشغل الفرن بتاع ربع ساعه، بعد كده نطفي الفرن وهندخل الزبادي دي فيها اهو. الزبادي زي الفل معانا، ده علشان خاطر اللبن بخيره، واللبن من مكان مضمون ومن مكان كويس. بصوا لو خدتوا بالكم بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الزبادي بخيره وطالع، الله اكبر عليه. واخدين بالكم مفيش ميه من تحت ولا ميه فاصله في الطاجن. معنى كده ان الزبادي اللبن بخيره، واللبن مش مغشوش، ما دخلوش ميه ولا دخلوا اي اضافات تانية. اتمنى منكم انكم تجربوه وتقولوا لي رايكم. بصوا مفيش اي ميه من تحت، معنى كده ان اللبن حلو جدا. والزبادي لو واخدين بالكم بصوا الوش بتاعها، الله اكبر الصراحه. واخدين بالكم. اتمنى منكم تجربوه، يا رب ينال اعجابكم النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.